السلام عليكم. اليوم حبيت نشارك معكم طريقة طهي الجيجو تاع الخروف. شوفوا كيفاش يجي طايب زبدة ويجي طري وما يجيش ناشف. تبعوا معايا باش تشوفوا طريقة التحضير. بسم الله، نبداو على بركة الله. ناخذ هذاك الجيجو بعد ما نظفته ونشفته مليح، نديرلو لاموطارد من الجهتين. شوفوا بعد ما درت له لاموطات من الجهتين، دوكا نقول لكم لي زيبيس اللي نستعملوا: ملعقه صغيره كزبر، ملعقه صغيره ملح، ملعقه صغيره ثوم بودره، ملعقه صغيره فلفل اسود، ملعقه صغيره طماطم مصبره، ملعقه صغيره فلفل احمر، وثوم قطع على شكل دوائر، وثوم مسكرفج، وحبه بصل صغيره مسكرفجه. ونزيد عليهم الزيت، حوالي 4 إلى 5 مغارف كبار من الزيت. نخلطهم مليح. بعد ما خلطنا هذيك التتبيله، دوكا نزيدوا لها لهذاك اللحم لهذاك الجيجو بهذه الطريقه، وندخلوا هذوك الدوائر تاع الثوم، فصوص الثوم عفوا، الى هذوك الثقوب اللي درناها، ونديروا لها بنفس الطريقه للجهه الثانيه. تقدري تغطيه وتخليه في الثلاجة يرتاح لمدة ساعتين أو أكثر، أو يبات ليلة كاملة. وإذا كنتي مستعجلة تقدري تطيبيه ديريكت، ودوكا نحطوه في الصينية اللي نطيبوه، ونزيدو هذيك لي زيبيس اللي قعدوا لنا، ونديرلو كاس ماء. اذا حبيتي زيديله شويه زيت، بصح هذاك الجيجو يطلق الزيت، عنده شويه شحمه، اون بليس هذيك التتبيله عفوا درنا لها شويه زيت. ونزيد له ورقات تاع رند، ونغطيه بالبابي كويسون كيما على بالكم دائما انا نبلل البابي كويسون، ونديره بهذيك الطريقه ونغطيوه مليح. ونزيد عليه بابي الومنيوم، لازم نغطيه مليح باش هذيك لافابور تقعد في الداخل ما تخرجش لبرا. وندخلوه للفرن على درجة حرارة 180 لمدة 3 ساعات. ودوكا نزيدو نديرو هذيك الخلطة اللي نزيدوها بعد ما نخرجوه من الفرن. نعصرو نصف حبة ليمون وملعقة ممسوحة من العسل وشوية زيت الزيتون، نخلطهم مليح. وشوفوا بعد ما جازوا 3 سوايع خرجناه من الفرن. دوكا نزيد له هذيك الخلطه السحريه. شوفوا هذيك لاصوص كيفاش جات. اني درت لها هذيك البصله سكرشتها باش تجي لاصوص تقدري ديريها للروز او لا بيوري. شوفوا كيفاش نزيد له هذيك الخلطه، ونغطيه ونرجعه للفرن لمده ساعه او ساعتين حسب اذا طاب لكم. طفيوا عليه قبل ما تزيدوا له 2 سوايع. وبعد ما جازوا هذوك 2 سوايع الاخرين، دوكا نطفيو عليه. شوفوا كيفاش جاء محمر ما شاء الله طايب. شوفوا هذيك لاصوص كيفاش جات تاني. دوكا نقدموا في طبق تقديم. شوفوا كيفاش جاء طايب. شوفوا هذاك العظم كيفاش تنحى، ما جابش معاه ولو شويه من اللحم. شوفوا كيفاش جاء لحم طايب ما شاء الله، طايب زبدة وطري. نتمنى عجبتكم وصفة اليوم. ما تنسوش تدعموني بالاشتراك في القناة والضغط على شعار القناة الظاهر أمامكم، وتفعيل زر الجرس ليصلكم الجديد. إلى اللقاء، سلام.